احنا في زمن غريب جدا، اللهم احفظنا. من يومين كده سمعنا ان محامي اتذبح في مكتبه. طب ازاي اتذبح في مكتبه وده محامي وفاهم المجرمين شكلهم ايه وكده؟ اللي حصل ان المحامي ده كان قاعد مع ناس بيبيع شقة، وباع شقة وقبض حقها في مكتبه، وقام شال الفلوس طبعا في المكتب قبل ما ينزل. فهو قبل ما ينزل لقى الجرس بيضرب عنده. مين؟ واحدة من اللي كانت قاعدين أثناء البيع جاياله وجايباله واحد معاها. يا أستاذ محمد أبو الدهب، أصله ده جاي يرفع قضية على، وألفت له قصة. المهم قال لهم طبعا اذكوا شوية، هيدخل يعمل حاجة في الأوضة اللي جنب. إلا اللي معاها مسك وراح ضربه ضربه حوالي 30 طعنة. ما كفاهوش كده عشان يسبق الموضوع، راح ذبحه. وقال في التحقيقات ان هو عمل فيه كده علشان كان بيعتدي على اللي معاه، الست اللي معاه. كلام طبعا، ما طبعا التحريات اثبتت عكس كلامهم، وهم اعترفوا بعد كده ان هم بغرض السرقة ذبحوا الراجل بدم بارد وخلصوا عليه بغرض السرقة، وهو لا كان هيعتدي على البت ولا حاجة. البت هي لما شافت الفلوس طمعت وراحت اتفقت مع الراجل البشع دوت، وراحوا خلصوا على المحامي. بجد